كانوا كيقولوا عليه وسيم، جذاب، مثقف، وكيقولوا باللي محبوب وكيدخل الخاطر بلا ما يشاور. ولكن فاش غتسمع الحقيقه السوداء اللي وراه تسحب كاع هاد الكلمات اللي قلت وغادي تبدلهم بابليس. كان واحد في هيئه ادمي. انا شخصيا فاش سمعت القصه ديالو تخيلته بحال شي وحش من شي عالم اخر لابس حوايج تاع انسان. ما كانش غير كيقتل الضحايا ديالو وانما كان كيفترسهم بحال شي اسد جيعان، لدرجه ان وحده من الضحايا ديالو عضها من فخذها. والسؤال اللي غيدور لينا في راسنا هو كيفاش قدر يقتل هاد العدد كامل من النساء ولا حتى واحد ما يشك فيه؟ وشحال من ضحيه داقت من الصناره ديالو؟ وكيفاش غتكون النهايه ديالو؟ واش غترضي الناس ولا لا؟ انا اشرف كندير قصص السفاحين والمجرمين واي حاجه كتعلق بالغموض. الا كنتي من المعجبين بحال هذا المحتوى فمرحبا بك، هذه هي دارك. في واحد الليله عاديه نهار 18 يونيو 1975 صوت ليك سيتي في ولايه يوتا الامريكيه. البرد بزاف وشتا خيط من السما. واحد ضابط الشرطه سميتو بوب هيورد جالس في طوموبيلتو قدام الدار، يعني يلاه صالح خدمته ورجع للدار باش يرتاح. واحد الطوموبيل من نوع فولكس فاغن في البيج كانت غاديه بالليل وطافيه الضواو. الضابط حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. كان عارف كاع الناس اللي ساكنين هنا وهاد الطوموبيل ما ديال حتى واحد منهم. بقى متبعها بعينيه حتى وقفات قدام الدار ديال جيرانو. الدار كانت خاويه، ما كانوش مالين الدار من غير بناتهم بجوج، الكبيره 19 عام والصغيره 17 عام. الضابط شعل الضو باش يشوف الماتريكيل. الشيفور ديال ديك الطوموبيل شاف في اللور لقى طوموبيله ديال البوليس، شعل الضو خاف هو يهرب. حرق الضو الحمر الاول وما وقفش، حرق الضو الثاني وما وقفش. وهنا تاكد الضابط بلي مخبي شي حاجه وقرر بلي غادي يتبعو تكتشف شنو داكشي. وبعد مطاردة قصيرة قدر الضابط يحاصر الشيفور في واحد ستاسيون مهجور. نزل الشيفور وهز يديه للسما. هيورد شم فيه ريحة الحشيش ومباشرة وجه ليه السلاح. قال ليه داك الشيفور بلي هو طالب جامعي مجلي هنا، كان كيحضر واحد الفيلم في سينما السيارات. واللي ما كانش عارف الشيفور بانه هيرولد داز من قبل على السينما، وداك الفيلم اللي هضر عليه ما معروضش داك النهار. هيرولد عرف بلي كيكذب عليه وقرر بلي غادي يقلب ليه الطوموبيل يشوف ياك ما كاينه فيها شي حاجه. وفعلا قلبها وداك الشيء اللي لقى فيها ما كيكونش عاده عند طالب جامعي كما كيقول هذا الراجل. كاكول وواحد العتله ديال الحديد ومفك ديال الحديد وخنشه ديال الميكات وليقات وتخسر د العيالات وواحد الحبل وسلك. وفي الكوفر القامينوط. بسبب هادشي اللي لقى الضابط قال لي بلي اليوم غادي نعتقلك وغادي نقول للمدعي العام يوجه لك تهمه حيازه اسلحه السرقه والهروب من العداله. داوه للكوميساريه صوروه وقيدوا المعلومات ديالو، لكن للاسف ما كانش شي جريمه اللي يربطوا معاه. خلص كفاله وخرج. الضباط ما كانوش عارفين بلي هذا اللي تلقوا واللي دخل حتى لعندهم هو اشهر قاتل متسلسل في امريكا في ديك الوقت، وسنين هما كيقلبوا عليه وما كاينش ليه اثر. باش يعاودوا يوصلوا ليه ويشدوه فراه غادي تطلب بزاف د الوقت. تيودور روبرت باندي دري زوين مثقف تزاد في 24 فبراير 1946. كبر في عائله متوسطه ما فقيره ما غنيه. وهو براسو قال كبرت في عائله زوينه، اباء حنونين وخمسه الخوت والخواتات اللي كنا حنا هما المحور للحياه والدينا. اللي كنداوموا على الكنيسه كنمشيو مع الاباء تاعنا. كبرنا في منزل مستقر، ما كاينش عنف، ما كاينش صداع بين والدينا، عائله مزيانه، كلشي مزيان من غير تيد. اللي كان كيخرجوا منه تصرفات غريبه. ملي كانت عنده 3 سنين عمتو كانت ناعسه دور عليها جناه وماس. وفاش كان كيكون في لابيسين الدراري بحالو كيلعبوا وهو العكس كان كيحاول يغرقهم. وفي الغابه اللي حداهم كان كيصيد الفيران كيقطعهم وكيقسمهم. خلاصه من هادشي كامل تيد من صغرو مختلف على الدراري الاخرين. في واحد الفتره من حياته عاش مع جدودو. جدو كان خدام في الكنيسه، كان راجل متدين بزاف ولكن في نفس الوقت كان عنيف. وفي واحد البيت كان مخبي شي مجلات وشي افلام وتصاور زائد 18. تيد كان كيتسلل لديك الغرفه وكيبقى يتفرج في دوك الفيديوهات والافلام البشعه. تيد كان حشومي بزاف، كيحشم وما عندوش حياه اجتماعيه. كان منعزل على المجتمع وما عندوش حياه اجتماعيه. واخا كان كيقرا في الجامعه وتخرج في تخصص علم النفس. العلاقه الوحيده اللي كانت عنده كانت مع طوموبيلتو اللي شرا في 1968 فولكس فاغن في البيج، هي اللي عطاتو شويه الحريه والاحساس بمذاق الحياه. تيد ولا خدام بواحد الماسك ديال راجل ظريف نقي مؤدب وتايق في راسو. كان كيوعد البنات كل ليله ودخل يقرا القانون. وفي هذه المرحله بدات الشخصيه ديالو كترسم شويه بشويه.
1 فبراير 1974 دخل على واحد الطالبة وقتلها، ورسميا هذه غادي تكون هي الخطيئة الأولى لتيد باندي. وكانوا كاع البنات اللي كيقتل كيكونوا زوينات. ملاحظة، كاع القتالة والسفاح اللي كيقتلوا البنات واللي عندهم عقدة منهم كيكونوا كيستهدفوا اللي خدامين في الدعارة واللي بالنسبة لهم منحرفات. اما بالنسبة لتيد فهو العكس تماما، كان كيستهدف البنات الزوينات والغنيات. كان كيدير راسو مهرس من يدو وكيطلب منهم المساعده يهزوا ليه شي حاجه لطوموبيلتو اللي غالبا كيكون بلاصيها في واحد البلاصه اللي مظلمه. كيضربهم للراس باش يفقدوا الوعي، يحطهم في الطوموبيل وكيديهم كيتعدى عليهم، كيخنقهم حتى كيموتوا. نهار على نهار الجثث كتزاد والناس خايفين، البوليس مجليين ما عارفينش اش واقع. نهار على نهار الجثث كتكثر وكيبانوا في شي مدن، واشنطن ويوتا. بعض الناس اللي كيقولوا باللي شافوا المجرم عطاو اوصاف تقريبيه. الرسام رسموا نماذج والبوليس نشروا دوك النماذج في كاع الجرائد والصحف والمدن. ديك المرحله كان خدام مع مكافحه الاجرام، كان كيعطي نصائح للبنات كيفاش غيتصرفوا ويتعاملوا الا طاحوا في شي موقف غريب. 1974 الغلطه اللي كانوا كيتسناوها وكيتمناوها البوليس دار هادي. واحد البنت سميتها كارول دارنوش، في عمرها 18 سنه. كارول من طبقه غنيه، كانت ماشيه بطوموبيلتها تشرى كتب باش تقراهم. وقف عليها واحد الراجل وسيم ولابس حوايج نقيين، قال لها انا الضابط روزلاند من شرطه مولي. قبل دقائق كان واحد الراجل كيحاول يسرق طوموبيلتك، واش يمكن ليا نلقي نظره ياك ما تفرض شي حاجه منك؟ وفقات كارول ومشاو للباركينغ، ولحسن الحظ لقاو كلشي في بلاصتو. الضابط قال لكارول بلي البوليس شدو واحد وقال لها واش يمكن ليك تجي معايا تشوفي واش كتعرفيه. كارول ترددات شويه حيت شمات ريحه الشراب عاطيه من الضابط، حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، وكلام هذا الضابط غير منطقي. الضابط حس بها وعرف فاش كتفكر، وفي الحين جبت الشاره ديال البوليس وراها ليها. تاكدت كارول ووافقت، مشات معاه. باش وصل للطوموبيل تفاجات كارول حيت هاد السياره هادي ماشي ديال البوليس، السياره كانت فولكس فاغن في البيج. كارول صبرات راسها وقالت واقيلا هاد البوليسي خدام مع السيفيل. ركبات معاه واخا كانت متوتره، بقى غادي بيها داها لحدا واحد المدرسه مهجوره، جبد واحد المينوط وبغا يديروا ليها. كارول بقات كتهرب وكتحيد يديها، وهنا جبد فردي بقى غادي بيها لواحد المسافه اللي قصيره. كارول حلات الباب ونقزات من الطوموبيل، مشات كتجري. الضابط وقف الطوموبيل ونزل بشويه عليه، هو يتبعها، شدها لاحها في الارض وبقى كيضربها وهي مسكينه غير كطاكي بكل شجاعه. ولحسن الحظ كارول جات واحد الطوموبيل وقفت قدامهم. الضابط شافها طلق كارول ومشى ركب في الطوموبيلتو. مشات كارول ركبت في ديك الطوموبيل ونيشان الكوميساريه دارت شكايه بالضابط روزلاند باللي خطفها وضربها وحاول يقتلها. عطات الافاده ديالها للبوليس اللي بدورهم بداو كيقلبوا عليه، ولكن ما كانش ليها اثر. ومن بعد 9 شهور واحد الضابط من نفس المركز اللي درت فيه كارول شكايه، واحد الضابط سميتو بوب هيوارد اللي كنا دوينا عليه في الاول، شاف طوموبيل كتمشى في الليل بلا ضوء، تبع مول الطوموبيل وملي شافو هرب. بقى الضابط تابعو حتى شدو، فاش قلبو لقى عنده دوك الاغراض اللي كنا دوينا عليهم، كاغول ومفك الحديد ومينوط وليكات. داو الكوميساريه خداو البيانات ديالو وصوروه، ولكن ما عندهمش دليل فاضطروا يطلقوه بكفاله. اللي درت كارول الشكايه دازو ايام. ضابط هارولد تفكر شكايات كارول ومشى قالها لخوه اللي كان خدام محقق جرائم، وبالفعل خوه قالها لمكتب التحقيقات وبداو كيربطوا الخيوط من بلاغ كارول وداكشي اللي لقى الضابط روزلاند في السياره. زائد واحد 2 بنات قبل عام جاو الكوميساريه، واحد البنت من دوك الجوج قالت لهم باللي شافت نماذج صور تقريبيه للمجرم وشاكه باللي هذاك غيكون صاحبها وهو حاليا عايش معاها، وفعلا كان غريب وكيدير تصرفات في شكل وماشي طبيعيه. قالت لهم باللي عنده في الدار عكاز وكاغول وواحد اليد ديال القبص ما عرفت شنو كيدير بها. دابا بغيتك تخدم معايا عقلك، هاد اليد القبص كان كيديرها فاش كيقول للبنات بلي انا مهرس باش يعاونوه يهزوا ليه داكشي اللي بغا لطوموبيلتو. هاد البنت اللي جات للكوميساريه قالت لهم بلي كان عنيف وكيهددها باش ما تقول والو على الممتلكات ديالو اللي كانوا في الدار، وقالت بلي كيختفي في الليل بدون سابق انذار وما كيكونش ليه اثر. واهم حاجه ذكرتها هاد البنت واللي ساهمت باش تغير المسار ديال التحقيقات هو انه عنده سياره فولكس فاغن في البيج. وفعلا خرجوا قرار بالاعتقال ديالو، جابوه وحطوه بين 8 الرجال. عيطوا لكارول وما بين 8 الرجال مشات عنده مباشره وقالت لهم ها هو باقي عاقل عليه. وفعلا حكموا على تيد باندي ب 15 سنه بتهمه خطف والاعتداء على كارول.
زائد ربطوا معاه قضيه موت واحد الفتاه اللي سميتها كيرين كامبل اللي في عمرها 23 سنه. شهر 10 سنة 76 خلو تيد الكولورادو باش يحاكموه من جديد بعد ما بانت واحد الجريمة أخرى تربطات به. في هذه المحاكمة قرر تيد يدافع على راسو بحكم أنه كان قاري القانون. القاضي كان مهلي فيه، كان عاطيه مكتب ومكالمات لا نهائية وحق في الدخول للمكتبة ديال المحكمة، والمكتبة كانت هي المكان الوحيد اللي كيكون فيه تيد محرر بلا أصفاد حيتاش كانوا معمرينه بالأصفاد. المحاكمة كانت غادا مزيان. في وقت الاستراحة تيد مشى للمكتبه، الحارس ديالو بقى برا باش يكمي. غنرجع بكم قبل اسابيع فاش كان تيد كيخطط يهرب، كان كيطلع لفوق الناموسيه اللي كتكون من جوج اطباق، كينقز من الفوق، كينض بسرعه على رجليه، كيجري وكيبدل حوايجو. تيد كان مستعد مزيان، حسن شعرو، حيد اللحيه. غنرجع بكم للمكتبه فاش قرر تيد ينفذ الخطه. حل تيد السرجم، نقز من الطابق الثاني، الطيحه كانت قاصحه ولكن تحمل، ناض بدل حوايجو وقطع الشنطي ومشى مباشرة للجبال. فاش نقص تيد دخلت واحد البنت للمحكمة مصدومة، قالت للحراس بلي شافت واحد الراجل كينقز من الشرجم. فعلا مشاو للمكتبة، حلوا الباب ما لقاوش تيد، وراه ما قلبوا عليه حتى كان فات 10 دقائق. البوليس سدوا كاع الطرقان ديال المدينة وصيفطوا الكلاب البوليسية للغابة ونشروا الخبر في كاع الجرائد والصحف. 150 ضابط شرطة تجمعوا باش يقلبوا على الهارب من العدالة تيد باندي اللي كان غادي كيتمشى في الجبال. لا خطه لا فلوس لا ماكله، الحاجه الوحيده اللي كان كيكسب هو الخريطه ديال المدينه. تيد كان غادي ومعول يوصل لواحد الجبل ولكن الشتاء والبرد ما قدرش على داك الشيء وما صبرش، فقرر يرجع. وفي طريقه في العوده لقى واحد الكوخ دخل ليه وبات فيه يومين. خدا كاع اللي يحتاج من الكوخ، ماكله حوايج وسلاح تاع الصيد. الدنيا كانت مقربله عليه. الاف بي اي دخلوا على الخط وصيفطوا هليكوبتر. كانت عاصفه كبيره كتضرب، تيد كان مجلي وزادت تجلب ديك العاصفه. كانت الامطار غزيره والبرد. تيد بالخطا تلف في الطريق ورجع للكوخ اللي كان فيه. صدم فاش غيلقى بزاف الاثار تاع الرجلين مدوره تما. البوليس ولاو قراب. 5 ايام تيد في الغابه، الماكله سالات، وهنا غادي يقرر وغيستسلم غيرجع للمدينه اللي كان فيها. كان باغي يركب ويسلت في شي طوموبيل ويخرج من المدينه، ولحسن الحظ اللي كان ديما واقف معاه لقى واحد الطوموبيل كانت واقفه حدا واحد الملعب ديال الغولف. مول الطوموبيل خلى فيها السوارت، وبعد شروق الشمس مشى بالطوموبيل. واحد جوج بوليسيين كانوا واقفين تما شافوا واحد الطوموبيل كتمشى بواحد الطريقه غريبه، قالوا يمكن السائق كان سكران. وقفوه وكان واحد الراجل ضعيف وعيان، وتخيلوا معايا خسر 10 كيلو في 6 ايام. الكيدون ديال الطوموبيل ثقيل عليه. تيد واخا كان لابس نظاظر البوليس كانوا عارفينه، الكماره ديالو كانت لاصقه ليهم في بالهم. داوه للمحكمه واللي ما عاودوش نفس الخطا كانوا رابطينه من يديه ورجليه. تيد ما كانش مقلق حيت من الدقيقه الاولى اللي جدوه كان كيخطط كيفاش يهرب عاوتاني. وفعلا واحد النهار كيما كاع الايام في الحبس كان جالس حتى جاب ليه الحارس الماكله. غير مشى حط الماكله وجبد واحد المنشار حاد، بقى مداج مع واحد الطقبقينه في السقف وبالضبط حدا البوله. بقى خدام في ديك التقبه لمده اسابيع، وكانت الخطه ديالو هو يدخل ويكتشف الله يلقى تما شي طريق. بدا كيطلع من ديك التقبه باش يشوف واش يلقى شي طريق، وبالفعل لقى واحد المسلك هوائي كيخرج في واحد الشقه ديال واحد من الحراس اللي كانوا خدامين في الحبس. تيد بقى كيتسنى اللحظه المناسبه حتى لواحد الليله فاش سمع مرات الحارس كتقول ليه شنو بان لك نتفرجوا الليله في الفيلم. قال لي الحارس صافي واخا نمشيو نتفرجوا في الفيلم. واحد شويه سمع السقطه ديال الباب، الحارس خرج من الدار. نزل تيد ومشى للغرفه ديال الحارس، لبس من حوايجو وخرج من الدار. وهاد المره ما عرفوا البوليس باللي تيد هرب، حتى كان اختفى تماما. دازت 17 ساعه عاد عرفوا باللي هرب. واحد الليله مع 3 ديال الصباح في ولايه فلوريدا، واحد البنت رجعت من موعد غرامي مع صاحبها. كانت كتسكن في سكن طالبات كانت سميتو تشي اوميغا. لاحظت بلي الباب مفروع والضواو محلولين. دخلات وسمعت واحد الصوت مجهد بحال شي حاجه طاحت، ومن بعد مباشره شفت واحد الراجل نازل من الدروج كيجري وهز في يديه واحد المضرب. ديك الليله تقتلوا جوج بنات وجوج دخلوا في حاله خطيره. تيد من بعد هاد الشيء بقى كيحاول يدير خدمته ويخطف البنات ولكن ما بقاش قادر. حتى لواحد الليله واحد الضابط كان داير دوريه في منطقته، دازت حدا عاوتاني سياره فولكس فاغن برتقاليه ونفس الحاجه عاوتاني كان طافيه الضوء. تبع هاد الضابط وقلب الماتريكيل ولقاها بلي مسروقه. الضابط شعل الضوء وفي ديك اللحظه مول الطوموبيل هرب. تبعو الضابط حتى حاصره. نزل داك الشخص من الطوموبيل وشكون غيكون؟ تيد باندي. تيد كان مجرب نفس اللقطه بجميع التفاصيل، غير هو هاد المره ما هزش يديه.
خلى الضابط حتى قرب ليه باش يدير ليه المنوط هو يضربه وحاول يلوحو، ولكن لقى البوليسي صحيح عليه، عرف بلي ما غيدير معاه والو فقرر يهرب. بعو البوليسي تيرا فيه جوج تيريات، جات فيه حتى وحده ولكن طاح. كان بغا يقولبو يغفلو يشفر ليه السلاح، ولكن البوليسي كان فايق، كان عارف تيد لاش كيخطط وفاش كيفكر، وهنا رسميا تيد تشد وغادي تكون المطاردة سالات. المجرم اللي عذبهم اللي خلاوهم يسهروا ليالي وما ينعسوش، وفي يوم المحاكمة عاوتاني ربطوا جرائم سكن الطالبات مع شي جرائم اخرى. تيد وبطبيعة الحال نكر كلشي وقلب ليه هو ماشي مذنب، وبعد شهر تلقى تيد الحكم ديالو الاعدام. تيد عرف بلي النهايه ديالو وصلات، فقرر يخليها متورخه واعترف بلي قتل 36 بنت. ولكن من بعد فاش بانوا تحاليل الدي ان اي اكتشفوا بلي من الممكن يكون قتل اكثر من 100 بنت. وبدا هاد الجرائم ديالو ملي كان عنده 14 سنه. واللي خلى القصه ديال تيد باندي تشهر بزاف هو انه كانت اول مجرم غتنقل المحاكمه ديالو في التلفازه. الحكم ديال الاعدام غيتنفذ بعد 10 سنين ديال السجن. ليله التطبيق خرجوا تيد وداوه لواحد الحجره، جاو بزاف الناس لديك البلاصه هازين اللافتات وكيحتفلوا بالالعاب الناريه، كانوا لابسين تيشيرت مكتوبه فيه يحرقوا باندي بورن باندي. تيد باندي تضرب بالضوء في الكرسي الكهربائي، اللي خدم داك الكرسي كانت مرا. صراحه هاد الوحش ما خلالي انا ما نقول، هادشي اللي دار كيخليه ما يستحقش التعاطف والشفقه، وانما كيستحق تهز شي حجره وتبقى تابعه في الطريق. وهادشي شحال من تفاصيل ما ذكرتهمش باش ما يجيش الفيديو طويل اكثر من القياس. وبالمناسبه الا بغيتو نبقى نطول في القصص فقولوها لي في كومونتيرات. واذا كان المحتوى ديالي كيعجبك فتفرج في هذه القصه هذه، انا متاكد غادي تخليك مصدوم نهار كامل. الا وصلتي حتى لهنا تاكد بانك ما نسيتيش الاشتراك باش تبقى توصل ديما بالجديد. كان معك اشرف وهذا مكان.